مرحبا بكم البنات، معايا أنا كوكي كيتشن عنابة، قناة العنابية والجزائرية. نرحب بكم ونقول لكم ألف أهلا وسهلا. اليوم إن شاء الله روتين جديد وفيديو متنوع أكيد راح يعجبكم. فيه من كل بستان زهرة، يعني قطفنا من كل بستان زهرة متنوع، ما بين الطبخ، ما بين الخياطة، ما بين الكوزينة يعني وبرا. راح تشوفوا كامل التفاصيل معايا اليوم، وراح نعرفكم على أجدد أنواع القنادر تاع الطرز، وكذلك تاع الكتان، يعني اللي تحب تخيط ولا اللي تحب تديلي موديل. نقول لها ما عليك غير تبعي لا فيديو تاع اليوم، وما تنساوش انتم اللي دخلتوا جدد نقول لكم حبيباتي مرحبا بكم اونكور اون فوا. ادعموني بالاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس، هكا بتوصلكم جميع الفيديو اللي نحطها لكم جديدة واللي راح تكون متنوعة، واكيد راح تعجبكم. انا نوعدكم غير بجديد والحاجة اللي راح تفرحكم. اول حاجه هنا بديت بها هي لا سلطه اللي كنت راح نعملها اليوم. درت انايا زروديه طرشي هنا في عنبه نقولوا لها كيما هاك. كاين اللي يقولوا لها تنا زروديه مشرمله، كل واحد عندهم تسميه تاعهم حسب المنطقه. هنا كيما قاعدين تشوفوا لا غوسيت ديجا راني كنت مدايرتها في فيديو وحدها في القناه، مي معليش دوك نعطيكم ملخص سريع. فقط هنايا شرشمت الزروديه تاعي، ولا كان تحبوا زروديه تقعد لكم محافظه على هذاك اللون الاورنج، ما عليكم غير تروحوا تشوفوا لا فيديو وتشوفوا لاستيس اللي درتها لكم. كذلك شرشمت عفوا شويت مش شرشمت شويت معاها قرن تاع فلفل حلو قصيته صغير، وزروديه درتها مدوره. حطيت لها لا فينيغريت، ودرت لها توابل ملح وفلفل كحل والثوم، لازم الثوم. خلطت كلش كيما قاعدين تشوفوا فيه، وهنا جبتها حطيتها في الصحن تاع لا سلطه تاعي اللي راح يرافق لي الغداء. هنا كيما قاعدين تشوفوا حطيتها او ميليو، وحطيت الورق تاع السلطه الخضر، يعني واش كان عندي درت بيهم السلطه. ننصحكم دائما انكم تدخلوا لي سالاد وخاصه الخضر كي تكون فخي هكا، فيتامينات فيها راهي اكثر من الفيتامينات اللي تكون في الخضره المطبوخه. دونك كيما قاعدين تشوفوا زينتها بشويه تاع طماطم وزيتون، حطيت لها شويه تاع مايونيز وطون باه نزيد القيمه الغذائيه للصحن تاع السلطه تاعي. وهذا هو الصحن تاع السلطه بالزروديه طرشي. كما راكم تشوفوا الالوان وحدها راهي تشهي. مع السخانة هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها الأيامات تدوما تاع الصيف، يعني تاع بداية الصيف. حاجة خفيفة وحاجة تكون غنية بالفيتامينات، هكا به الجسم يمتصها وما يحكمناش هداك الخمول. هنايا الطبق تاعي تاع الغدا اللي كنت عملته انايا، درت بطاطا كوشة. لا غوسيت تاعي المحبوبه تاع بطاطا كوشة ما كانش اللي ما جربتهاش وما عجبتهاش، اللي هي بالتتبيله السائله. نخلي لكم لا فيديو تاعها بالتفصيل في صندوق الوصف وفي الاقتراحات كذلك. هنا كما راكم تشوفوا البنات، هنايا البطاطا قصيتها دي غونديل، درت معاها البصل الثوم، ودرت معاها كعبه تاع كورجات، يعني الخضر ديروا حسب الإضافة اللي عندكم. أنا واش عندي حطيت ما فنحط معاها تانا فلفل حلو كان فضلي. دونك هنايا حطيت معاها ورقة تاع الرند، شوية تاع الزيت، ورحت قليتهم في هذيك الزيت في المقلاة، ومن بعد حطيتهم في البايركس اللي راح يدخل لي للفوق. وكذلك عندي كويس، كما تعرفوا الكويس شوية يطول الطياب على البطاطا، دونك أعطيته غالية برك ترشم شوية، وبدا هكا شويه يدخل الطياب، ومن بعد نحيته. درت له هذيك تتبيله السائله كما قاعدين تشوفوا فيها، حطيت طماطم، حطيت شويه تاع الزيت، حطيت توابل، حطيت كذلك شويه تاع وش اسمه راح لي اسمه المعدنوس. هنا كما راكم تشوفوا خففتها بكاس تاع المرق هذاك اللي كنت ترجمت فيه الكويس، باه نحطه فوق البطاطا تاعي. البنات البطاطا هدية راهي ما تاخدش وقت كبير في الطياب، رايحة جوست وما تديش يعني وقت الماء ياسر، يعني نديروا لها غير كمية قليلة تاع الماء، ديجا هي تشوحت وديجا طابت. دونك نديروا لها لانها اسمها بطاطا كوشه ما اسمهاش بطاطا مرقه، دونك الماء فيها يجي جوست يعني تجي ناشفه. كيما راكم تشوفوا زدت لها قرن تاع الحار، شويه قارص والطوماط، نغطي عليها بالبابي
ألمنيوم وندخلها للفوغ الطيب، ومن بعد نحيلها نخليها تتحمر من الفوق. وسي بون الغدا تاعي راهو واجد بنين، وكما قاعدين تشوفوا فيها تحمر لي هذاك الكويس تاعي من الفوق دات تحميره، وكذلك البطاطا نشفت لي وطابت الزبده. والاهم من هذا كله يا البنات راهي جات بنينه عسل. ما عليكم غير تجربوا الوصفه. وبعدها البنات رحت عند صحيبتي وصورت لكم كلك موديل دارتهم هي خيطتهم كيما سبق لي، وحطيت لكم لا فيديو بالتفصيل وفهمتكم، وعطيتكم كذلك كود برومو. لا فيديو نخليه لكم في صندوق الوصف اللي تحب تروح تشوف التفاصيل. عطيتكم كود برومو باه اللي تحب تخيط عندها تقول لها جيتك من عند كوكي كيتشن، اكيد هي راح دير لها ريميز خصم. يعني هذا الكود بيني وبينها، وكيما سبق لي وقلت لكم الرقم تاعها راهو للعمل ماهوش للتعارف. على خاطر كاين الناس يحبوا يعملوا المعرفة ويحبوا يدخلوا في تفاصيل ويحبوا يقرجوا على الناس. على هذه قلنا الرقم راهو للعمل، يعني تحبي تخيطي أهلا وسهلا بيك. حبيتي تعملي معرفة روحي شوفي بلاصة أخرى سيتو. دونك هنا كما قاعدين تشوفوا موديل ثقيل تاع الطرز هذا بالمجبوط كما قاعدين تلاحظوا. حبيت نصور لكم لا ماشين تاع الطرز وهي قاعدة تخدم. يعني كما راكم تشوفوا لا ماشين هي تمشي بالميكرو، يعني الله يبارك الله يبارك. شوفوا الخدمة زيواه. انا يعني قعدت منبهرة تلمو قاعدة نصور، لقيت روحي مصورة هذا الفيديو مصورته مدة طويلة، فقط انا اختصرت لكم وحطيت لكم برك مقتطفات هكا باه تشوفوا لا ميثود تاع الخدمة. واللي عندها صنعة الخياطة في يدها نقولها راهي حاجة ملحة ياسر ياسر ياسر. وفقط ما عليكم غير تتقنوا في خدمتكم، هذا ما كان، وتكونوا كذلك عند كلمتكم، على خاطر كلمتكم هي راس مالكم، هي اللي تجيب لكم الزبائن وهي اللي تهرب منكم الزبائن. هنا حبيت نشارككم كذلك الموديل اللي لقيتها مخيطتهم متنوعين، يعني ما بين كبار وصغار. انا نحط لكم لي موديل اللي تحب تخيط كيما قلت لكم مرحبا بكم البنات الكل. واللي تحب تدي لي موديل نقولها يعني بصحتك، هاو الموديل ادي كيما تحبي. هنا قدرنا نعطي لكم في الموديل هذا تاع الكتان. شوفوا الخدمه من داخل كيف ما هنا نحب نبازي لكم على الخدمه من داخل. شوفوا الطريقه تاع التسفاش تاع الرقبه تاعها، يعني حاجه فريمون بروبر. والرقبة تاعها الحاجة اللي تعجبني فيها أنها متميزة، ديما خدمتها تكون واقفة، يعني هذيك القندورة تلبسها تعاودي تغسلها تقعد ديما تقعد واقفة. لا فينيسيون تاعنا تلعب دور كبير، والخبرة أكيد لأنها مخيطة محترفة. هنا شوفوا الموديل تاع القندورة جاي بلا دونتيل كروازي من قدام، وكذلك زوز دو كولور تاع لا دونتيل دايرينهم في لي مانش. هنا كيما راكم تشاهدوا في التفاصيل هذا البنات راهو لودو معناتها الظهر. شوفوا كيف كيما من القدام، لكن فيه ديتاي واحد اخرين. هي تخدم على حسب الزبائن وش يحبوا، يعني اللي تبعت لها موديل تقولها ديريه لي هو ديره لها هو، اللي تقولها ديري لي غالون ديرها غالون، اللي تقولها دونتيل. احنا كل في كامل لي دومين نمشيو على لوغو تاع هذيك الزبونه اللي جايه عندنا ونرديوها، واكيد راح تروح ساتيسفات. يعني الحاجة تاعنا الملاحة فيها انها تشري السلعة دو كاليتي، معناتها لا دونتيل تاعها ديما تكون من نوع الرفيع، مش هذيك اللي تشردق، على خاطر هذوما كل اللي قاعده نحكي لكم فيهم ديجا كانوا صراولي انا من قبل مع خياطات من قبل. دونتيل غسله الاولى الثانيه تلقيها تشرق تخلاه، واصلا بلا ما تغسلها يعني تلبسي هذيك القندوره بليزيغ فوا تلقيها هودت، باغ اكزومبل مديرتها في الظهر تلقيها هودت تخلاها لتحت تشردق. هنايا الموديل الثاني كما راكم تشوفوا فيه هذا تاع الطرز مولاتو جتها تحفة فنية الحق. يعني الموديل في المنكارة هو مشو كيما مولاتو خلا، خاصة وحدة كي تكون عندها اون بيل تاي تانا تلعب دور في القندورة وريحة تزيد فيها النص. هنا كيما راكم تشوفوا هذا الطرز بالحرير وبلي كولور مدايراتو في لو غوز بيبي. هنا شوفوا الالوان مليح وشوفوا هذيك لي ديتاي، والخدمه بيان سور راهي اكثر من متقونه.
انا الموديل ده عجبني ياسر ياسر ياسر. دايوغ راني قاعدة نخمم اني نخدم منه. عجبوني لي كولاغ اللي في القندورة، يعني نخرجوا شوية من هذاك الطابع تاع الدوغي نخليوه توجور رسمي كيما نقولوا، المناسبة باينة. مي هذوما تاع لي كولور كيما قاعدين تشوفوا، كل وحدة تمد فيه اللمسة الفنية تاعها، واكيد مع لي زاكسسوار راح يزيد فيك النص. شوفوا هنا لي مانش كيفاه مخدومين، حاجة لي فريمون سامبل وحلوة وظريفة، وكذلك ماهيش حاجة اللي تكون غالية تضرب للمخ. هكا به اي وحده اوليو دير موديل غالي دير زوز وتبدل بيهم، خير من ما تقعد تلبس هداك الموديل وتعاود. حاجه خفيفه يعني تاع عشوة تاع فات جاينا اللي فات ان شاء الله، جاينا المناسبات ان شاء الله، تاع النجاحات ان شاء الله. نتمنى النجاح الكامل كامل 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 ابنائنا اللي قاعدين يعقبوا، سواء سنكيام سواء بيام سواء الباك. نقول لكم ربي ان شاء الله يوفقكم، وان شاء الله ربي يفرحهم عليكم بيكم. انا الحمد لله ولدي فرحني اكثر اكثر، يعني ما نتصور الفرحة هذيك أول مرة ملغيني نحس بها. مي دركا من عرفت الفرحة تاع الوالدين كي يقولوا لولادهم أقراو لأنكم تفرحونا إحنا، يعني وصح صح صح. فرحة وحدها تاع النجاح، سيرتو كي تشوفي ولدك تقريه وتتعبي عليه ويبشرك بنتائج ملاحة، هذيك هي فرحة الدنيا وما فيها. نتمنى كل ولادكم يكونوا خدموا في الامتحانات، وإن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله وييسر لهم دربهم. هنا يا راكم تشاهدوا في لي ديتاي، هنا الالوان راهم متنوعين تاع الطرز، ماشي غير هذا الوضوء البنات، هذا الدهر قدرنا نعتلكم فيه تانا خفوفي ومليح. بالمناسبة الموديل هذا يمشي في الأقمشة اللي تحبها أنتم الكل. كيما راكم تشوفوا مطيشة فيه كعبات تاع لي زيستخاس، وكيما سبق لي وقلت لكم التعمار راح يرجع المولات القندورة. تحب تعمرها ياسر، تحب تطيش فيها كعبات. انا نحب يعني الطرز نطيش فيه غير كعبات تاع تعمار، ما نحبوش شارجي بالتعمار لاني فزت الموديل انا هكا بانت لي، وكل وحده والشوا تاعها. هنا كذلك هذا موديل تاع عروسة كيما راكم تشوفوا، موديل حلو وسيمبل، يعني سيرتو هذوك العرايس اللي يروحوا يسكنوا مع في دار شيخها اكيد راح تحتاج موديلات ياسر تاع القنادر، سيرتو او ديبي رانا كل عقبناها هذه. تبدلي تحبي تبدلي كل يوم، تلبسي قندوره كل يوم، يدي كل يوم ديري نيو لوك. ان شاء الله ربي يفرحكم كل العرايس، ونقول لكم ما تردوش لحظه انكم تروحوا تخيطوا عندها، لانها السومه صدقوني السومه تاعها راهي ما تلقوها عند حتى واحده، وتساعد الناس الكل، واللي ما عندهاش تساعدها واللي عندها تساعدها، واحنا كل نعاونوا بعضنا، والدنيا هذه مازال فيها الخير. فقط العبد يقتنع بالشي اللي عنده وبارك يعني، وما يخليش الغيرة تسيطر له على مخه وعلى عقله وعلى قلبه، على خاطر الغيرة راهي تهلك غير مولاها البنات، ما حتهلك حتى واحد، تهلك مولاها. وانك تتمناي يعني آه، تتمناي انه هذاك الانسان تروح له هذيك النعمه اللي عطاها له ربي، حاجه مش ملاحه فريمون مش ملاحه. والناس اللي كيما هكا راهم مرضى قاعدين يضروا غير في نفوسهم. هنا البنات شوفوا القالون يهبل 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 في هذوك لي فلور، وجايب لا غيبور يهبل. عجبني خلاو حلو وزاد النص في القندوره. شوفوا ما تحقروش القماشات البنات، حتى تلقوها بقاسي ما عجبكمش، اي الخياطه هي اللي تفيق القماش. بنيت لي روحي هدرت ياسر اليوم حتى انا غلبت من الهدرة. موديل حلو وخلاه. شوفوا لي ديتاي تاعو كيف ما كيما راكم تشوفوا مخدوم بلا ديكوب من القدام، ولا ورا هذا الودو تاعو جاي باللي بانس. اكيد القياسات رايحه ترجع على كل وحده. لا ليفريزون راهي كاينه ل 48 ولايه، 58 بالاحرى ولايه. كل وحده يعني يوصل لها الموديل الباب دارها كيما قاعدين تشوفوا.
ان شاء الله تكونوا استفدتوا البنات من الفيديو اللي حطيته لكم واللي راني نحط لكم فيهم. هكا نديروا تنوع في القناة ومنها حاجة ليكم انتم، ان شاء الله تفيدكم. على بالي كل نحيروا في الموديل تاع القنادر، وكل نحيروا وش راح نلبسوا، سيرتو كي تكون عندنا فات ولا نحيروا راح نخيطوا. دونك معاكم كيتشن كاين الحل. نتمنى يا ربي يا ربي تكونوا خرجتوا ولو استفادة صغيرة من هذا الفيديو. ودركا انايا ما بقى لي نقول لكم نودعكم ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله على خير وعافية في فيديو قادم. سامحوني راني ما نحطش لي فيديو بانتظام يعني لاني مشغولة وعندي اشغالي. حبيت نشارك معاكم هذه المناظر تاع الغروب من كما راكم تشوفوا مقتطفات فقط من مناظر الغروب اللي كانت فريمون تسولاجي تنحي ضيقة الخاطر مع البحر والجبل. نتمنى ان شاء الله تكون فادتكم، وان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. وكما قلت لكم وكما نقول لكم ديما في كل مرة نتلاقاو في فيديو جاي. سلام.